مرحبا بكم، تكونوا لاباس عليكم. بون اليوم جبت لكم هذا الموديل اورانجي بزاف شباب. انا نموت على الاورانج. الموديل اني لبسته لكم باش تشوفوا كيفاش يجي الجهه الاماميه والجهه الخلفيه نتاعو. موديل قلت لكم بزاف مليح وخفيف وهايل للصيف. هنا بالنسبه للقماش تجيبوا مترتين نتاع قماش، يا اما تجيبوا في بغان هذاك الخفيف، يا اما تجيبوا القماش فيسكوس تاع 30,000 ولا ما تجيبوش هذاك القماش الثقيل. كاين القماش في بغا 50,000 ولا 55 بصح يجي ثقيل، يجيك شغل باش. هذاك ثقيل ما تجيبوش، جيبوا هذاك اللي يجي رهيف هكا خفيف. يا اما تجيبوا في بغان خفيف تاع 45,000 ولا، يا اما تجيبوا فيسكوس هذاك نتاع 30,000. اذا مازالوا يعني على حسب كل منطقه كيفاش تحسب لي بخي كيفاش مدايرين. من بعد هنا واش ديروا، تجيبوا هنا راني شرحت لكم كيفاش تستخدموا كيفاش نقطعوا القماش. 2 متر هذوك شديتهم بالطول، نحينا طول لا كليونت متر 60. شتو وين درت خط، راني دايره خط بقلم رصاص. هذاك طول الزبونه اللي هو متر 60. القماش راه مطبوع على زوج بالطول، يعني الحاشيه مع الحاشيه. هنا نحطوا الزبونه وبعد يبقى لنا هذيك القطعه تاع 40 سنتيمتر ولا خاطر القماش في بغانا انا كي نستخدموه راهو يشرب. نحي هذيك القطعه، الجزء العلوي هذاك اللي حنخدموا به لي مونش والفولون هذاك اللي جاي في الخلف. وهذه القطعه شوفوا كيفاش راح نقسمها. نجي من الجهه المغلقه ندير 31 سنتيمتر، 31 سنتيمتر، 1 سنتيمتر حيتخيط لنا في الظهر، هذا شيء مفروغ منه. ندير 31 سنتيمتر، من بعد نروح للجهه المغلقه اللي ما في المغلقه نديرو 30 سنتيمتر. الجهه المفتوحه 31 والجهه المغلقه 30 شفاو. من بعد نربطو بين النقاط، نربط بالنقطه تاع 30 والنقطه تاع 31 سنتيمتر ونروح نقص بالمقص. هكذا وزعنا القماش نتاعنا. حبيتكم تفهموا كيفيه توزيع القماش في الموديل هذا، من بعد تحاولوا تروحوا تشوفوا الفصاله على القماش. مهم توزيع هذا هو. في جزء الخياطة لما طرحت الامام والخلف تاعي بهذا الشكل، ها هو الامام والخلف. خيطت انا دائما الخلف نخيطه باه ما يبقاش يزغد لي. واش رحت ندير، قيست الطول الكلي تاع لاغوب تاعي حتجيب بالثبت يعني ما نحيش، نحي قيمه الثبت اللي هما 10 سنتيم. يعني الطول الكلي تاع الزبونه تاعي راه 1.60 متر. جي انا في القياسات تاعي منا الكتفين درت فيهم قيمه 20 سنتيم. ها هو ننساو هنا الموديل حتى نديرو لافيزلين باه نعاودو نفصلوه. نهبطوا بقيمه، دوك نديرو واحد لي بانسه تاع الكتف، نهبطوا بقيمه 17 سنتيم، 17 سنتيم ونرسمو. دوران الصدر تاع الزبونه تاعنا 27 سنتيم، 27 سنتيم. هذه القيمه انا نزلت فيها، درت 27 سنتيم تاع دوران الصدر، نزل قيمه 20 سنتيم باه ندير الخصر تاعي. هاهي ننزل قد ننزل قيمه قد 20 سنتيم ونعين مستقيم في خط الخصر اللي هو هذا. ندير البعد بين النهدين اللي هو في خط الخصر باه نخرج لي بانس تاعي 9 سنتيم. الطول بانسات الاماميين 27 سنتيم. نطلع بقيمة 13 ونهبط 13 ونرسم البانس تاوعي. هذو الاماميين والخلفيين. الصدر تاعنا في الحالة هذه لي بانس تاعنا كيما هك نطلعوا بقيمة 8 سنتيم. هذه 8 سنتيم. دوك نعيط لكم هاد الطريقة في الصدر 8 سنتيم. هادو لي بانس تاعنا هاهم. هذه الطريقة تاع لي بانس الكتف عشوائية، يعني ماشي بالقياسات المضبوطة تاع الباترون تاع الكورساج تاع لا هوت كوتور. نطلع بقيمة 8 سنتيم، خط مستقيم بقد بهذا الشكل، ونجي نكمل قد هذاك المستقيم. ها هنا 8 سنتيم. هنايا هذه القيمه تاع 20 ما تقعدليش 20 نقص فيها، تقعد لي ناكل منها 2 سنتيم و 2 سنتيم يعني 4 سنتيم، يعني تقعد لي منها في الرقبه 16 سنتيم. تولي لي بانسه تاع الكتف هذه هكا. ها نخيطوها
نخيطوها تتلم، ومن بعد نخيطوه بالقد، ومن بعد نزيد نخيطو البانسه تاعنا. في القندوره تاعنا خيط لي بانسين الاماميين والخلفيين بهذا الشكل. هذا الخلف خيط لي بانس طالعين حتى الفوق، ها هو. الرقبه تاعو درت هذه كيما في الموديل. العمق تاعها تقريبا 15 سنتيم، وفي من القرن هذا لهنا مايل قيمه 20 سنتيم. هذا الخلف خيط لي بانس فينيتو، وفي الدغدوغه درت الزيكزاك كيما هيك. هذا الخلف تاعنا كيف ندير هكا. الامام ثاني كيف خيط لي بانس، ها هم خيط لي بانس حتى الفوق كيما رسمناهم. ودرت الرقبه ملت راكم تشوفوا فيها مقوسه شويه هكا، ملت غير 2 سنتيم وقوست. وثاني لي مونش ثاني درت لهم الزيكزاك كيما هكا. الاماميه والخلفيه. هذا الفولون كيفاه درت فيه زوج دوائر، راك تفهموني كيفاه درتهم. دوك نطبق برك. درت دائره كيما هكا، العرض تاعها المونش يعني عرض الفولون اللي هو 13 سنتيم، وقطر تاع الدائره كيما هكا قطرها تاعها كامل اللي هو 15 سنتيم، يعني قطرها هكا 15 سنتيم. طبقت القماش على 4 ودرت خرجوا لي دو فولون يعني زوج دوائر، زوج دائرتين. قصيت في جزء من كيما هكا وقوست شوي هكا بهذا الشكل، تخرج لي زوج دائرات لصقتهم في بعضهم. ها هي خيطتها ويخرج لي الفولون هذا مدير كيما هكا. هذا تاع الحلزون هكا يجي مشرشف. واش درت انا؟ درت زيكزاك على زوج خطرات في الحاشيه كيما هكا تلمو القماش رهيف، ودرت تاني زيكزاك منا. هذا حيركب من الخلف وهو ليمونش، من الخلف الليمونش بهذا الشكل. القطعه الثانيه اللي فضلت لي درت منها هذو السبتات، العرض تاعها مطويه على 2 6 سنتيم اللي هي يعني 8 سنتيم على قبل الخياطه. والطول تاعها درت منها زوج. هذه هما السبتات الطول تاعها 28 سنتيم. ها القطع هادو كامل دوك بعدا نعلكم وين حيتركبوا. هادو زوج سبتات تاعنا، وهذه السبته تاع الظهر الطول تاعها يعني عشوائي حتى نشوف الظهر تاعي تقريبا هو 40 سنتيم الظهر، والعرض تاعها تقريبا 5 سنتيم باسكو هنايا 4 والخياطه 5. هادو السبتات كامل دوك نشوفوا بلايصهم وين حيتركبوا. نروحوا ننتقلوا الى جزء الخياطه مباشره. متر ونص قامت لي 25,000. القندوره بالتقريب كيفاه تجي. خيطت لها الفولون تاعها من الداخل وقلبته على برا بهذا الشكل. نزلت هذه السبته وين نحطوها هنا، هي تلم لي الكتاف. نخيطها هنا من السبته للسبته كيما هكا. في الخلف كيما هكا لصقت لها السبتات تاعها في مع بدايه الرقبه بعد. وفي الامام بهذا الشكل درت لها لاستيك في ليمونش منا برك، بديت لاستيك منا حتى النهايه والسبته منا. مازال لي غير الامام نركب له القانون باه نقدر نركب السدات، وقاعده نركبهم دركا ومن بعد نخلص نركب القانون تاعي حيتحط منا برك. القانون نتاعي حيتحط هكا كامل ويمشي في السبتات ويدور على الرقبه كامل، يعني يمشي في السبتات والرقبه الاماميه والخلفيه بهذا الشكل. الموديل تاعنا حيكون يعني هو اجمل في الواقع خير من في التصويره. شوفوا هنايا في الرقبه الاماميه راه خيطت السبتات تاوعي كيما هك، والرقبه درت لها قلبه واحده باسكو حنركب القانون يعني تجيني نظيفه، تعود نظيفه من الداخل كيما هك ومنا كامل القانون. وفيكسيت المونش تاعي وين حيتركب هنا. من بعد نحط القالون كيما هكا كامل، يعني هذه كامل لي شيت كامل يدرقوا بالقالون هذا كيما راكم تشوفوا. شوفوا بعد ما كملنا لاغوب تاعنا لصقنا قلنا القالون ولي مونش، شوفوا كيفاه جاو بهذا الشكل. هاهي
فوالا نتمنى الموديل يكون عجبكم. سامبل يعني تاع صيف خفيف، قلت لكم هايل. ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله تكونوا فهمتوا الخطوات كيفاش مفصل وكيفاش مخيط. تيجوا نقولكم متنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم لي موديل ان شاء الله اللي حنبارطاجيهم معكم. صحيت صحيت صحيت.